أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفقرة أخرى وشباب في شباب مع مبدعينا ومبدعاتنا والشعر والشعراء. معنا النهاردة في إطار شعر العامية والتقرب والتواصل مع الجمهور المتلقي القارئ لهذه النوعية من الشعر، شعر العامية. بنشرف بلقائنا بنسمة أحمد فؤاد، شاعرة عامية. أهلا بك يا نسمة. وبنشرف بشعر العامية أيضا، وأيضا هنتكلم على الفريق الخاص لديه، هو مؤسس الفريق محمود كمال فتحي. أهلا بك يا محمود. طيب يعني إحنا بداية أنا عارفة أن في فريق غنائي على حد المعلومات، بيج باند، وده عبارة عن مجموعة من شباب، بمناسبة ان احنا شباب في شباب، ومن محافظة الشرقية. يعني عايزاك تكلمني بشيء من التفصيل بقى، انت قربا طبعا من انك مؤسس هذا الفريق. هو الباند اقرب انه تجمع شباب. تمام. الافراد اللي فيه مش مستقرين، لكن هم مربوطين بالباند. جميل. يعني مش شرط اللي يخرج النهارده في العرض يخرج بكره. العرض هيتم ازاي؟ ان هيبقى المجموعه اللي هيتم اختيارها في يوم العرض اللي هيبقى موجود فيه، يعني هيبقى المجموعه كلها موجوده على الستيج. هيبقى السبوت على اللي بيتكلم، بس مش هيخلص كلامه. هيتكلم مثلا بنسبه 10 او 20% من النص اللي هو بيقوله، مع توحيد الموضوع على كل الناس الموجوده على الستيج. والاضافه اللي هتبقى موجوده ان هيبقى في واحد بيرسم صوره بتعبر عن المضمون اللي احنا بنناقشه في كلامنا. ايه المضمون بقى اللي بتناقشه؟ على حسب العرض هيبقى ليه مضمون. هو طيب ابرز العروض اللي قدمتوها او اللي انتوا هتتناولوها؟ لسه في مرحله بروفات، لسه ما كانش في عرض. طيب هل مخطط في عرض في القريب العاجل؟ ان شاء الله قريب. قريب. ملناش السبق يعني تقولوا يعني يا محمود؟ لا والله، هو وقت ما يتحدد هنعرف. لسه الرؤيه لم تتضح بعد. طيب خلينا نقرب منك يا نسمه. واحنا عارفين ان الشعر مع عنصر الاناث وتاء التانيث بيختلف، مش عارفه ليه، يعني مش تحيز ولا حاجه محمود. بيختلف ان لم يكن بعض الشيء كليا يعني تماما. بيبقى الاحساس بيقول لك بحكم ان هي عنصر الاناث فالاحساس مرهف، فبيبقى تقرب اكتر قريب للمتلقي القارئ لديك. قولي لي البدايات بالنسبه لك، وبدات المساله تتمحور بالنسبه لك وتوصل لمرحله الاحتراف. هو انا لسه مش وصلت لمرحله الاحتراف، انا لسه بتعلم. جميل. انا بدات اكتب تقريبا من ثالثه اعدادي. بدات اكتب من ثالثه اعدادي تقريبا. يعني كنت بكتب حاجات بسيطه كده، ما كنتش اعرف ان انا اطلع على ستيج ولا اخش باند ولا اي حاجه، هو بس بكتب بيني وبين نفسي. لحد ما وصلت مثلا للجامعه، اتعرفت على زمايلي، كونا باند ما بيننا وبين بعض. انا بكتب اغاني وهم بيطلعوا يغنوا. شويه بشويه بدات اطلع معاهم على الستيج وحاجات كده. من هنا بقى بدات، انا بشوف ان بدايتي بدات من الجامعه، ان انا بدات يكون عندي الجرأه ان انا اطلع على الناس وعلى الجمهور وكده. يعني هي بدايتي كانت في الجامعه. طبعا كان صعب في الاول ان انا بنت وازاي همسك مايك واتحرك وادي رياكشن بوشي، بس دايما بيبقى في هيبه اللقاء المباشر الواضح مع الجمهور بتختلف طبعا. غير لما نقعد نكتب على الورق مجرد في البدايه خواطر او ما شابه ذلك. طب محمود، يعني في بروفات طبعا بتعملوها وفين وتتحركوا ازاي؟ هو البروفات اول ما بدانا ان احنا نختار مكان نعمل فيه البروفا، كانت قصر الثقافه طبعا، تبع المحافظه اللي احنا فيها، محافظه الشرقيه. ايوه. ويعني الحظ ما كانش في صالحنا بالنسبه لقصر الثقافه، بان المسرح عنده فرق مش لاي مكان، فازاي هجيب لك انت مكان فرقتك تشتغل فيه؟ بعد كده كان في حد محترم جدا، يعني جدير بالذكر ان احنا نذكر اسمه، اسمها مدام نجلاء محرم، عندها مركز اسمه نهر النيل. فهي تمام وافقت ان احنا نعمل البروفات بتاعتها عندها بشويه شروط كده ممكن تاخدي عنها. نعم. طب هل انتوا ما قابلتوش، يعني ما قابلتكمش صعوبات بمناسبه ان هم مش من محافظه واحده؟ يعني انتوا، انا عارفه انه الفريق من كذا اماكن متنوعه. هو كان في البدايه كان الشرط على ان الفريق يكون من محافظه واحده لسهوله التواصل بس مش اكتر. بعد كده قابلنا موهبتين، اللي هو شادي وجهاد، اللي كانوا المفروض يكونوا معانا النهارده. فلا لازم اكسر القاعده عشان اخد الاثنين دول. فدول بس اللي من بره المحافظه، هم من القاهره. طيب يعني اصبح يعني تدريجيا اصبحتوا تقدروا تنسقوا وتتعاونوا، يعني بنحاول وتتخطوا تتجاوزوا المسافات يعني. طيب ايه رايكم نسمع مشاهدينا حاجه كده كشعر وشعر غنائي في اطار اللي انتوا اقمتوه او هتقوموا بيه ان شاء الله بعد كده؟
تبتدي بيك يا نسمة. ماشي يلا مفيش مشكله. يلا. انا كنت كاتبه حاجه كده، انا بميل شويه للحاجات اللي تخص البنات او أها. الحاجات اللي مشاكلنا اللي الطرف التاني مش حاسس بيها شويه. مم. فانا كنت كاتبه حاجه كده اسمها كعب داير. كعب داير. مم. بتتكلم عن واحده نازله تجيب عفشها، فبتحكي بقى مشكلتها، معرفش ايه هي يعني. المشوار إيه؟ المعتاد. اه ماشي يلا. بتقول كعب داير آه. على الستاير ونص يوم في سينيوس مم. والمفارش، ما انتهارش تعبي وقت النيش ورص جوا منه الكوبايات والكاسات والطباق، وانت شاطر في الخناق. مم. والسبب تعبك في حجز قاعة مثلا او بوفيه. مم. انت ايه؟ لو فرضنا انك مكاني، ليل نهار في وسط عفش، كل ليلة تلاقي قفش حبة مني ومن حماتك، تلقى برضو عتاب في شاتك من صحاب نسيت تبلغ حد منهم بالميعاد، ولا قفش عشان سيادتك فجأة طالع حد باد، أصل من خبثك مداري سعر لبسك والجهاز، واللي ماشي مرة ينقل قام مكسر في الإزاز، واللي ناسي نص ظرفة. مم. واختبار مين اللي صارفة جوه بيتنا حبيبي أكتر، ماما ولا الست مامتك؟ قولي برضو شعور فخامتك وانت بين مليون موديل، اللي نافش واللي ضيق، كل ده وفي خلق ضيق منك انت عشان نزلت وهي مني تجيب زبونة واحدة زيي بقالها شهر، مم. اقصى حاجه تدوقها تونه او حاجات جاهزه وسريعه، ده بسبب الانشغال ضيق ساعات اليوم ما بين لف رجلي على الرفايع وفكره ان الطرحه فين، هحط ميك اب عند مين بعد كل الدوشه دي؟ عيب حبيبي انك تقول عني اني واحده فاضيه، عيب تأفور، عيب تعاير، وافتكر علشان بحبك خدت بلدك كعب غير. عايزاكي تعلي صوتك بقى المرة الجاية ماشي. يعني. لأن كان هيبقى محتاجة حماسة أكتر من كده خاصة مع العفش يعني. طيب نسمع منك حاجة يا محمود. في حاجه طبعا كتبتها. صوت رجالي بقى، ها؟ صوت سكوري ربنا بقى، يبعد. جش وصوت واضح يعني. حاجه كتبتها اسمها ملاك في هيئه انسيه. مم. ملاك في هيئه انسيه مم. جميله في معظم حالاتها، وبعشق فيها العصبيه، مسجون فيها، مم. وفيها بلقى كل معاني الحريه، مم. طعم الامان فيها، مم. طعم الحنان بيها، مم. العود والكمان عاوزين كمان 100 وتر عشان يعزفوا لحن يرضيها، مهما بروح وابعد تناديني اراضيها، كروان في السماء يناديني فناديها فما تردش، فاسرح في خصلة الشعر اللي طايرة من نسمة هوا طايشة، فما بحسش بالوقت اللي عدى، ساعات كتير فاتت ومش باقي على الفجر اللي حبه، يا نور بيظهر فيخفي نور القمر، يا ملاك بحسه لكن بشوفه في هيئة بشر، يا فراشة بتتجمع فيها كل الألوان، وسماحة أرض حضنت كل الأديان، أنا العاشق وأنا الولهان، وأنا العيل وأنا الراجل، وأنا العاجز وأنا القادر، أنا الصاحي وأنا النعسان، أنا إنسان، فهل يجوز لي أحبك؟ هل يجوز لي أحسك أنا؟ وأشوفك طير في السماء، ما أنت أصلك غير كل اللي ممكن يتحكي، وأنا الفقير بلقى في ضحكك لقمتي، بلاش تفكير وقول يجوز أشوف حضنك جنتي، يا أول حرية تسكن الأرض، وأول أذان للحب حصل لي للصن قبل الفرد. الله، جميل يا محمود. طيب نرجع لأغانيكم وموضوعات المنتقى واللي انتوا بتختاروها، ازاي بقى بتختاروها؟ وهل انت ونسمة اللي بتكتبوا ولا في يعني أعضاء آخرين من الفريق بيشاركوا برضو أيضا في كتابة أغانيكم؟ هو الشعر الغنائي حاجة، الشعر أكيد طبعا. اللي احنا اللي هو اللي بيتغنى حاجة واللي بيتقال حاجة تانية. أكيد. اللي بيتغنى مش صادم، لأن هو هيتغنى كده كده في مزيكا هتظهره، إنما الشعر اللي هيتقال منا احنا لازم يكون صادم ولا هيبقى فيه ملل. نعم. فإن شاء الله في ناس أصلا مخصصة لكتابة الأغاني في البند. في شعراء متخصصين. شعر غنائي، شعر غنائي بس. جميل جدا. طيب السوشيال ميديا دايما بتبقى الرؤى بتختلف وبتتنوع من شخص لآخر، انتوا ازاي شايفينها؟ وهل يعني ساعدتكم ان انتوا تتواصلوا وتتقاربوا مع بعض وايضا مع الجمهور المتلقي يا نسمة؟ والله هو انا في الاول خالص ما كنتش واخده بالي ان دي وسيله انتشار، ايوه، لحد ما شويه بشويه انزل حاجه يجي عليها شير او لايك او كده، بدات افهم ان انا ايوه في ناس عارفيني، في ناس ممكن تقرا لي وممكن اثر فيهم، بدات اخد بالي بقى من ساعتها. اكتب اي حاجه لازم اكون مركزه فيها تماما ان انا
ما ضيعش وقت حد وما ضايقش حد وما جرحش حد. هو الناس مم. خلاص انا بقيت مش عايزه اقول قدوه، بس يعني فيها شويه ان انت الناس واخده بالها منك بتكتبي ايه وكده. مم. دي من اهم وسائل الانتشار دلوقتي السوشيال ميديا اكيد. طيب في الفترات الأخيرة وفي الآونات الأخيرة بنلاقي كتير قوي بيسجل بعض من أغانيهم على الساوند كلاود وبينشروها، يبتدوا بقى يوسعوا وينشروها على مواقع التواصل زي ما احنا كلنا متعايشين وشايفينها. هل أنتم مع ذلك ولا ضد ذلك؟ يعني في ناس يقول لك لا أنا لا ليا اتجاه آخر وما حبست كده. أنت شايف إيه يا محمود؟ هو الساوند كلاود يعتبر وسيله تواصل بالظبط زي اليوتيوب. مش شرط يكون وسيله التواصل اجتماعيه أيوه زي فيسبوك تويتر الكلام ده كله. عندي النص اللي هيتقال، انا عندي الميزه اللي انا شايفها في الساوند كلاود بس النص اللي هيتقال هو الشعراء. يعني ممكن الانسان العادي لو قرأ نص ما يحسوش، ممكن لو واحد بيكتب قرأ نص هيحسه لان هو بيعرف يقرأ شعر. الشعر مش كلام عادي عشان اي شخص ممكن يقرأه. او ممكن اللي يقرأه ويحس بيه اللي هو عايش التجربه اللي بتحكيها النص. ده اللي ممكن يكون عادي ويحس بالكلام. فعندي الساوند كلاود اضاف المزيكا. تمام. وفي شعراء بيصنعوا موسيقى كلامهم في وقفاتهم. هيقف امتى؟ يعني ده مش اغنيه، ما بيقفش مع اللحن. وبيقولوا كمان التحميل بتاعه الداونلود بيبقى سريع، يعني في التواصل والانتشار سريعا عن تمام. لان هو ما بيحتاجش تحميل كل مره. هو عندي الميزه اللي انا شايفها في الساوند كلاود اللي هو بيعرف يدخل مزيكا، والمزيكا يعني روح. هيدخل روح مع الكلام. لو الكلام انا عندي لو النص قوي بنسبه 50% مع مزيكا هيبقى هيوصلنا بنسبه 100%. جميل جدا. فده اللي انا شايفه بالنسبه للساوند كلاود. طيب حصلت على جوائز يا محمود؟ هو انا من الزقازيق بس انا جامعه المنصوره. كان في مسابقه على مستوى جامعات الدلتا. كنت انا ممثل جامعه المنصوره فيها. وحصلت على المركز الثاني على مستوى جامعه الدلتا. ايوه. طيب نسمع منك حاجه بقى انت ونسمع. يعني انا دايما مع الشعر ومع الطرب ايا كان لون من الوان الفنون بحب امتع مشاهدينا اكتر ما احنا ندردش ونتكلم، ولا ايه رايكم؟ تحت امرك. اتفضل يلا. في نص اسمه قلعه محبه. قلعه محبه. قلعه محبه. ده يلا. عن المخلوقه اللي في خيالي هبدا اتكلم. عن السماء والبحر وجمال الليالي وحيرتي في حالي ده دايما في بالي بيجي في منامي يهمس فاهمس يضحك فاضحك اقول له بحبك يقول لي ده حقك اقول له يا ضلي يقول لي عشقتك يا شعر سايح ويا رمش جارح عيون حد غيري بتلمح خدودك يا بحر واسع انا نفسي مره اعرف حدودك ما انا عقلي سارح ومش ناوي يرجع الا في وجودك يا دوله عظيمه وناسها كريمه انا حلمي ابقى في حبي وحيد بدخل في قلبك وابني بقلبي 100,000 حاجز وسور من حديد ويبقى ده قلبك قلعة محبة وازرع في قلبك واسقي بدمي 100,000 وردة واخطف جنودك واهرب هناك فتيجي ورايا ونفضل نجري ونجري لساعات وافضل اقول لك اني في حبك كتبت ياما وياما حكايات واني في بعدك ما كنتش بعيد واني في قلبك لسه الوحيد لانك في قلبي زي الوريد وهفضل بقلبي محافظ عليكي وانا ببني بيتي بقول لك يوماتي الأوضة اليمين هتبقى لبناتي أنا وأنت نبقى في الأوضة اللي فوق وأصحيكي بدري ناخد وندي قبل البنات ما تبدأ تفوق وفي عز ضيقي تيجي تواسيني اوعي تسيبيني غير لما أروق كلمة بحبك بقت عادي عندي أصل اللي عندي قد الشقوق اللي في حيطان كل الغلابة أصل اللي عندي قد اللي عندك ويمكن زيادة حبيبتي حياتنا واحنا في بيتنا خالية تماما من طعم الكآبة وكل يوم جديد هيبقى لنا عيد والضحكة هتبقى على وشوشنا عادة حبيبتي ردي وقولي امين مش انت برضو عندك في قلبك نفس الحنين حبيبتي انت فين صورتك بعيدة عارفني بحلم لكنك حقيقة بحس بوجودك في كل ساعة تعدي عليا ويمكن دقيقة وافضل اشوفك واقبل ظروفك واحكي مشاكلي ولما بخلص بلاقيك روحتي وسبت النهاية تكتبها دموعي ما هو اصل ليلك بيحلى لي اكتر لما ينور بس بشموعي حبيبتي تعالي انا اصل خايف تيجي النهاية فلاقيني وحدي بحضن ضلوعي. ده صوت نسمة أعلى منك يا محمود. والله يعني أنا حسدتك ولا إيه؟ طيب نسمة يا ريت نسمع منك حاجة وصوت بقى أعلى، يعني أعلى من محمود بقى وأعلى من يعني صعب إن إحنا نسمع يعني بعض من الأبيات الشعرية ويبقى إيه هدوء خالص كده فصعب. يعني معناش ساوند ميوزك ولا ساوند إفكت عشان يلا. انا هقول حاجه كده من ضمن هاشتاج انا عاملاه اسمه عن الحب فلا اتحدث. اسمها هس. هس بس صوتك مش هس. انا ههس اهو يعني دلوقتي. يلا. ثم اني هحكي عنه
ايوه. ثم إني هحكي عنه فيكون أرجوك تهص. ثم أنا مكسوفة منه بس برضو هموت وبص جوه نني عينه ثم يخرب بيت سنينه. بختلس نظراتي ليه نفسي بس في مرة دقق هو الحضن شكله ايه، هو طعم الضمة حلو. ثم لحظة تلو برضو مش شبعانة جنة، صوت الدقة جوه حضنه عاملة قلب الأوضة رنة. ثم عشقك ده وباء صايب جسمي حتة حتة. ثم ان الجو برد ليه غطايا يكون جاكيتة. انا نفسي اتغطى بيك حاسة شكلي هيبقى شيك انت متفصل عليا. ثم ان الطبخ غية لما يجي يوم اجازة. ثم خضك ديكها ليا حسسني متعة ولذاذة. ثم اني لو بنيه انت راح تبقى لي صص. ثم لو ده شكل عشقك قولي ازاي هعرف اهص. جميل جميل. احلى حاجه ان انا بعتبر احيانا الشعر لابد ان تبقى زي وجبه لطيفه. جميل، بانيه وصوص. طيب محمود، انا عارفه ان انت دلوقتي في اطار البند اللي انت بتعمله، يعني ممكن اي مشاهد دلوقتي بيسمعنا يقول طب هو ليه ما كملش وركز ويحب يحترف اكثر فاكثر ويشتغل على نفسه في كتابه الاشعار ويبتدي يطبع يعني قصائد الخاصه بيه في إصدار ورقي طبعا خلافا للإصدارات الإلكترونية احنا عارفينها، لكن أنت كملت المسيرة أو يمكن على خطي توازي أنك تعمل البند ده. هل ده ليه علاقة أنك عايز ناوي تطور نفسك وتشتغل في كتابة شعر الأغاني؟ هو طبيعي ان انا الخط ده مش يعني بما ان الانسان بيتكلم في حاجه ان هو يلغي الحاجه الثانيه. أيوه. اصلا انا مش هبقى كويس في البند غير لما اكون كويس الاول مع أكيد. نفسي. كل شخص فينا لوحده ليه تاريخه وعاوز يعمل تاريخه قبل ما يعمل تاريخ للبند. تاريخ البند هيتعمل بالافراد اللي فيه، مش هيتعمل بان كل واحد في فريق تمام الفريق ده بيعمل ايه، بيجيب اللي فيه منين. اكيد كل واحد بيحاول يحسن كتاباته، يعني مفيش حد فينا يوصل للنص الكامل. انك انت لو وصلت للنص الكامل هتبطل تكتب. فكلنا بنسعى عليه. فاكيد يعني كل واحد عنده اهتماماته الشخصيه. يعني انا تمام بحضر وكل حاجه بس مش هبقى دلوقتي خالص. هنزل الديوان اللي ان شاء الله يعني الناس تشتريه قبل ما ينزل زي ما بيقولوا. يبقى في وسيلة جذب يعني ان شاء الله ان انت بتجذبهم قبل ما اصلا تنزل السوق. اكيد اكيد. لا احنا خلاص مع السبل والوسائل الالكترونيه الحمد لله، يعني المساله بقى فيها اكثر توسعا وانتشارا. طيب نسمة، يعني عايزه اعرف هل انت بتتفنني شعريا، خليني اقول عليها تتفنني شعريا وادبيا، هل سالون معين ولا وفقا لاحداث بعينها هي اللي بتلهمك؟ يعني مش لازم تكوني في البعض بيحب يختص في لون بعينه، انت فين بقى من ده؟ هو انا من ساعة ما كتبت بدأت زمان وانا بكتب في اي حاجة. بس لما بدأت زي ما بيقولوا انضج شوية في الحتة دي، نضج بقى. نضج. كان انا اخترت سكة اللي هي البنات، عيشة البنات، احاسيس البنات، او البنت عايزة ايه من الولد يعمله. فمعظم حتى قصايدي ببقى بتكلم بصيغة الولد، بقول اللي انا نفسي الولد يعمله مع البنت. فانا شوية ماشية في الاتجاه اللي هو بتاع احاسيس البنات، الولد المفروض يعمل ايه حتى مع مراته مع خطيبته. الحتة دي اللي انا مركزة فيها جدا. والمناجاة مع ربنا سبحانه وتعالى هو دي اكتر حاجة انا مركزة فيها. طيب انضمامك للفريق والبند وانت خط الشعر اصلا اكيد برضو بيبقى ليكي هدف منوط انك تحققي من خلال هذا الفريق، وفي نفس الوقت ايه الاضافه لغايه وقتنا هذا او شايفه انه هيضيف لك؟ والله انا لما محمود عرض عليا الموضوع انا كان اهم حاجه عندي عجبني قوي فكره ان مواهب كتير قوي. يعني احنا يعني الناس اللي موجوده كلها في الباند مش اعضاء في الباند. احنا ده هم مجمعيننا مع بعض عشان نعمل مع بعض حاله كويسه. لما كلمني انا كان اكتر حاجه شداني ان يعني ايه فكره ان احنا كلنا ناس مختلفه وهنتجمع مع بعض. جميل. ده اللي تضيف لي يعني ان هي فكره جديده، ثقافات مختلفه يعني متنوعه متبادله وبتجمعوا على روح واحده جميله وهدف برضو واحد ان انتوا توصلوا احاسيسكم الطيبه الجميله طبعا للاخرين. انا طبعا بتوجه بكل التحيه والتقدير، اتمنى ليكم طبعا بدايه ونهايه بمزيد من النجاح والتوفيق ليكم. بشكر نسمة احمد فؤاد الشاعره الصاعده الواعده ان شاء الله يا نسمة، شكرا ليكي. ومحمود كمال فتحي شاعر العاميه الصاعد الواعد ومؤسس فريق طبعا بيج باند، شكرا لك يا محمود. مشاهدينا الكرام دايما خليكم معنا شباب في شباب حد وثلاث وخميس من 4 ل 5 على الهواء مباشرة. لكم مني كل التحية، عبير عبد الله.